السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا الشباكية كيف ما وعدتكم بالحاجات اللي خاصين برمضان المبارك. غادي نوجدوا الشباكية. هاد الشباكية هذه كتجي لذيذة، كتجي هشيشة اللي هي الاهم، وكتجي شاربه العسل، ومتاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. حتى بالنسبه للطي ديالها يعني عملت واحد الطي خاص بالمبتدئات كيجيهم ساهل اللي ما تعرفش تتني. هنا عندي 250 غرام ديال الفرينه، وعندي نصف كاس ديال ما بين الزيت العادي والزبده، نصف كاس ديال العنبه، ونصف كاس ديال الجنجلان اللي طحنته حتى ولا لين بحال هكذا باش ما يقطعش ليا العجينه. المهم انه حتى يولي معلك، اللي غير صهدته ما حمرتوش بزاف، غير مصهد ومطحون. وهنا عندي نصف كاس ما بالماء وما زهر. انا عملت ربع كاس ديال الماء زهر وكملت نصف كاس بالماء العادي. عندي ربع ملعقه ديال القرفه، وعندي نصف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه عفوا، وعندي ملعقه صغيره ما عمرش ديال الخل. الا كثرنا الخل غادي تبقى تفتت لينا وما غاديش تكون الوصفه ناجحه. غير ملعقه صغيره ما عمراش. وعندي ملعقه كبيره ديال النافع اللي مطحونه مزيان ومغربله، وشويه ديال الملحه. وفي واحد القصريه غادي نحط 250 غرام ديال الفرينه، نحط عليها الجنجلان، وغادي نحط عليها النافع المطحون والقرفه، وغادي نحط عليها الخميره ديال الحلوه وشويه ديال الملحه، واحد نصف ملعقه صغيره، وغادي نحكها مزيان حتى يدخل معها كامل داك الجنجلان وهذاك النافع. من بعد ما حكيتها مزيان على هذا الشكل غادي نحط الخل ونحط المزج ديال الزيت والزبده، وغادي نرملها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا حتى ترمل ليا مزيان، يدخل مع هذاك الزيت وهذيك الزبده بهذا الشكل هذا. هاد المرحله مهمه باش تجينا فتيه وتجي هشيشه، ما تجيش بحال الخبز. غادي نوضع داك الماء اللي منسم بماء الزهر، نصف كاس ديال العنبه، وغادي نبدي نعملو شويه بشويه، ما غاديش نعملو كامل حسب النوعيه ديال الدقيق. دائما كنقولها لكم في الحلقات ديالي. وغادي نبدي نعمل الماء شويه بشويه، الماء غير عادي ماشي دافي ولا. انا هنا عملته كامل. المهم الشباكيه ديالنا ما كتجيش مطلوقه، ما كتجيش مزيره بزاف حتى ما نقدروش نحلوها. يجي العجن ديالها بحال المسمن، يعني قاسح بحال هذا الشكل. هنا غادي نقطعها لثلاثه ديال الاجزاء، وغادي نعمل لها لا تكنيك اللي باش غادي تعطينا داك الفيلتاج بحال الورق، بحال عفوا الورق العجين ديال الملفاي. تلاحظوا معايا في اخر الفيديو نعملها بهذا الشكل هذا، وغادي نحطها في واحد البلاستيك، وغادي نعمل نفس الشيء اللي عملت الاولى، نعمل الثانيه والثالثه، وانا كنطويها بهذا الشكل هذا. هاد الطي هذا كيعطي لها واحد السر زوين وكتجي هشيشه، كتجي تقريبا خاويه من الداخل. وغادي نسدها بهذا الشكل هذا ونحطها امام الاخرى في البلاستيك، والثالثه بنفس الشكل. وغادي ندوز الاولى مباشره، وغادي نحلها بالدلاك ديالي رقيقه. فهنا الا كانت عندكم الماكينه ديال اللي خاصه بالشباكيه تكون احسن. انا ما متوفرش عندي، هذيك كتعملها رقيقه بزاف. الشباكيه اللي كتجي رقيقه هي اللي تجي زوينه. انا غادي نسيي نحل هذاك الشيء اللي غادي نقد عليه بحال هكذا، وغادي نزول لها الجوانب بهاد الجراره اللي خاصه بالشباكيه اللي فيها هاد الاسنان، هادو هي اللي كتعطي لها واحد الجماليه. وغادي نبدي نبدي نقطع، يعني ندير 5 ديال الاشرطه والسادسه نقطع فيها، 5 ديال الاشرطه والسادسه نقطع فيها. المهم ما نوصلش حتى لتحت. 5 ديال الاشرطه والسادسه يعني نقطع فيها بهذا الشكل هذا. نتمنى تكونوا فهمتوني.
هنا غادي تكون يعني كيفاش غادي نتنيوها، غادي تكون بسرعه، لكن غير صبروا شي شويه. في الاخير ديال الفيديو غادي تكون بالعرض البطيء، يعني غادي تكون غير بلاتي اي واحد غادي يفهمها. هنا غير باش ما نطولش عليكم في الفيديو، زربت في الاول وخليت في الاخر غير بلاتي. حنا كنسدوها وكنحيدوا دوك الجوانب باش ما يجيوش لينا ماشي مزيانين في الشكل ديال الشباكيه ديالنا. غير هو ما نقطعوش على الحد باش فاش كنحطوها في الزيت ما تحلش لينا، وحنا كنضغطوا مزيان فاش كنسدوها. هنايا كيف ما شفتوا الشباكيه قاصحه ما تبغيش تلصق، انا كنلصقها شويه بالماء، غير الماء عادي باش يسقوا ليا دوك القنوت هادوك. بهذا الشكل هذا، غير شويه ديال الماء الا ما بغاتش تلصق لينا ماشي ضروري. ونحيدوا الجوانب. راها سهله في الاخير، غادي تشوفوا بلي هاد الطي هذا ساهل. وبالنسبه اللي ما يعرفوش يتنيو هاد الشباكيه هادي، هاد الوصفه هادي سهله عليهم وكتطليق معاهم. غادي نرد دوك القنوت هادوك في واحد البلاستيك باش يرطبوا لينا، وغادي نحط هاد الاوائل غادي نحطهم في واحد البلاطو وغادي نخليهم ينشفوا. ما نجي نكمل الاخر يعني هما يكونوا نشفوا ونبدي نقليهم. غادي نعمل بنفس الشكل كيف ما لاحظتوا هنا اللي غادي تشوفوه معايا غير بالعرض البطيء. من بعد ما رققتها داكشي اللي قديت عليه، يعني بصراحه انا ما قنعتنيش يعني ما جاتني بحال الا خصها عاد زيت رقاق، ولكن هادشي اللي عطا الله قديتش نحلها اكثر هكذا. من بعد ما تنيتها على 3 غادي نسكوتشي او نلصق هذاك القنوت وغادي نقلبها هكذا، وغادي نحيد الجوانب وبدون ما نوصل حتى البلاصه اللي لداخل هكذا. الا حيدت القنوت بزاف كما قلت لكم غادي تحل ليا في الزيت. غادي نحط شويه ديال الماء، غير كنبلل الاصبع ديالي وكنحط. وهنا وجدت العسل ديالي اللي هو هكاك بارد ماشي سخون، وعندي واحد الشبكه واحد الاناء فاش غادي يقطر العسل، والزنجلان اللي وضعته في ديك القاروره. الزيت من بعد ما سخن مزيان غادي نبدي نحط فيه الشباكيه ديالي. كيف ما لاحظتوا ما كتطلقش الرغوه، علاش؟ لان ما عملتش فيها البيض هو اللي كيدير لها ديك الرغوه في الزيت وما كتخليناش نشوفوا حتى البلاص فين غادي نحطوا الشباكيه ديالنا. هنا انا بديت كنشوف الفقاعات، يعني بدات كدير الفقاعات مع الجوانب غير ما كيبانوش ليكم. وهنايا غير تولي في هذا اللون هذا اكثر شويه من الذهبي غادي الاحمر، ماشي حتى تحمر بزاف او تاخذ اللون الاحمر بزاف، لان مازال غادي تزيد تحمر فاش غادي تكون في العسل، وغير بالسخونه غادي تزيد تاخذ اللون الاحمر غير بوحديتها. غادي نبدي نحط الشباكيه ديالي من بعد ما طابت في العسل. وانا هنا عندي شويه ديال العسل اللي هو خليته على جنب اللي غادي نحطه فوق منها باش ما نضغطش عليها ونهرسها. وهنا من بعد ما حيدتها غادي نحيد الاخرى. غادي قبل ما نحيد الاخرى نحطها في العسل غادي نبدي نحط زنجلان. كيف ما لاحظتوا انا وضعته في هذه القاروره اللي فيها الثقب باش تكون سهله وما يلصقش فيا في اليدين ديالي. وهذه الشباكيه ديالي من بعد ما ساليتها كيف ما لاحظتوا معايا جات رائعه، ومازال غادي تشوفوا كيفاش جات من الداخل. غادي نوريكم كيفاش جات من الداخل.
نتمنى تعجبكم، واللي اول مره يشوف القناه ديالي يشترك في القناه ويضغط الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي، وانا دائما معكم. ونتمنى تعجبكم هاد لاغوسات ديالي ديال الشباكيه اللي كتجي رائعه، كتجي هشيشه. اما بالنسبه للرق ولا الغلظ يعني نتوما حرين ديروها كيف ما بغيتو، او الطي كل واحد يدير داكشي اللي بغا. المهم ان القوام ديالها رائع وكتجي هشيشه، هذاك هو المهم. حنا كنبغيو الوصفه اللي كتنجح. وغادي نوريكم كيفاش جات. والله العظيم الا جات هشيشه ورائعه ما تشبعوش منها. وفي نفس الوقت حنا عملنا غير 250 غرام، يعني اللي بغى اول مره غير يسيي. كيف ما كتلاحظوا داك الفلتاج ديال الشباكيه ديالنا نتمنى يكون يبان لكم بيه، اللي تعرفوا بلي الشباكيه هشيشه وناجحه ما جاياش كما الخبز. وشاربه العسل وداك الزنجلان نسيت ما قلتش لكم اللي حطيناه فوق منها اللي زيناه بها، يعني كنت صهدته حتى هو شي شويه او حمرته، ما نخليهش اخضر. والسلام عليكم ورحمه الله.